زيزو راح يقدم شكوى في نادي الزمالك، فنادي الزمالك قال له تعالى يا حبيبي، انت عليك 20 مليون جنيه بسبب الاعلانات اللي انت صورتها، فاحنا عايزينهم. تمام، ده اول كده حاجه. زيزو بسبب المشاكل اللي هو فيها واللي ابوه حابب اللي هو يبقى فيها عشان يطلع بره ويمشي عن النادي الاهلي، فزيزو مش هيبقى فيه تركيز في الملعب. ما علينا. تخيل بقى، بص بقى، بص الفجر وصل لفين. رابطة الأندية بتنزل إن نادي الزمالك وجماهيره عليه غرامة 100,000 جنيه بسبب اللي حصل. حلو. تمام أوي. النادي الأهلي بقى، الماتش اللي بعديه على طول حسام حسن جاب جون فيهم، وبيحتفل عادي شتيمة بالأب وبالأم وهاتك، احنا قاعدين في بيوتنا وسمعناها. قال لك لا، ما عليهمش غرامة. ليه؟ أصلا مراقب الكاميرات، مراقب المباراة ما كانش سمع أي حاجة من الهتافات. يعني احنا قاعدين في بيوتنا سمعناها الصوت وصورة، والمراقب اللي في الملعب اللي أصلا ما فيش غير جماهير النادي الأهلي بس ما سمعهاش، ما كتبهاش. ليه؟ كان حاطط هاند فري في ودنه؟ ولا ايه دنيتكم انتوا؟ والله طول ما انتوا بتعملوا كده هنتنوا متأخرين في الكورة، والله هنتنوا متأخرين في الكورة. وعاش الزمالك وعاش جمهور الزمالك على مستحمل بلاوي، والله مستحمل بلاوي.